توزيع البطولات الموسم هذا راح يكون على النحو التالي. هذه ما هي أمنيات، ما هي أمنيات، هذه حقيقة راح تشاهدونها في نهاية الموسم. طبعا نادي النصر هو الأكثر تحقيقا للبطولات الموسم هذا، راح يحقق بطولة الدوري وبطولة آسيا، يعني النصر بطولتين. الأهلي راح يحقق بطولة النخبة الآسيوية، يعني الأهلي بطولة. الهلال راح يحقق بطولة كأس الملك، ولو مشوار الهلال ما هو سهل بالطريقة هذه ممكن حتى كأس الملك ما يحقق. الله لا يضرك، الله لا يضرك. ممكن تقول بداية موسم الهلال لن يحصل على أي بطولة، سيخرج بموسم ايش فيك؟ شوف توزع بطولات الآن، ترى مو بعيديات. الحين الهلال بياخذ كأس الملك، وش يعني فاز في المناقصة؟ ايش قدم أوراقه؟ بطولة بطولة بطولة، ما هي بترميم عمارة، ما هي بمقاولات، والله بطولات. اشغلتنا انت، اشغلتنا يوم بحذف حسابي اذا الهلال اخذ بطولة، بعدين تقول الهلال بياخذ بطولة، بعدين تقول اذا خسر النصر ابى احذف حساب. ما حذفت حسابك، واكثر واحد في الدنيا تحلف انت، اكثر واحد تحلف في الدنيا انت. اشغلتنا تراك، اشغلتنا الله يصلحك ويثبتك. الحين الهلال ياخذ بطولة كأس الملك، بكرة تغير الجدول هذا، يصير الهلال كأس الملك والدوري وآسيا، النصر آسيا 2. فجأة اكتشف ان النصر موسم صفري، ما تصور طول فترة التوقف. يسألوك وين؟ قلت والله قاعد أقنص. قاعد أقنص، قاعد أحلل فنيا. روق، انت الوحيد اللي يعني ولا توقع صح. انت لا توقع صح. في ملك التوقعات، في امير التوقعات، في انت الوحيد اللي يعني ما ادري شو اقول. ما ادري شو اقول. انا ما شفتش في حياتي افشل من الاتحاد الاسيوي ده، اقسم بالله بيعلق على نفسه في الفشل. يعني ايه بطولة قارية تتلعب من دور ال16 لحد النهائي في 12 يوم وماتش واحد؟ حظك مفيش ولا عودة ولا هتقدر تعوض، لا خسرت روح بيتكم. وكل المباريات دي مجمعة في جدة في السعودية، بطولة قارية بقت مجمعة. ايه الاتحاد يسوي اللي انت بتعمله فينا ده؟ ايه القرف ده؟ ايه يا فاشل انت؟ ايه يا فاشل انت؟ انت بتعيط ليه يا فاشل انت؟ عاد هذا بوق كبير حق هذولي وحق القوات، ها محترف بوق كبير. يا فاشل تونا جايبينك من الانديه الخليجيه، ما صرت بوق حق ذولي، توهم مطلعينك في الانديه الخليجيه، ما جبت شيء يا فاشل يا فاشل. حتى لا تقول لي يا اخوي مشاركين رديف ما رديف، فاشل يا رجال ما جبت البطوله الخليجيه. والبوق ذا ما سمعنا يوم الفاشل مالك القواطي كان مشارك العام، جاكم الياباني يسكب، ما سمعناك تتكلم عن التجمع هذا يا بوق، لكنك فاشل انت مع الفريقين اللي شجعهم. الحين طلعت تتكلم ليش؟ لان لا هذا ولا القواطي مشاركين، فهدوك علينا، عطوك اقول لك 5 جنيه وقالوا لك يلا اقتل. يا عمي تبون تجون اهلا وسهلا يا مرحبا، ما تبون تجون صك حلقك يا رجال انت وفرقتك ذي، يلا مع السلامه، يلا مشغولين احنا فاضيين. كل فرقه بتعاني، كل فرقه. يعني الهلال كم مباراه بيلعب؟ انت اصلا مالك خص يا اخي، ايش تبي انت؟ لا الحين مشارك ولا النصر مشارك، ايش تبي تصارخ؟ ما ادري مضغوط ليش ما ادري. تعال خذ 5 جنيه بس وصك حلقك يا رجال، عاوز 5 جنيه ولا فسيخ؟ بوق كبير. حسبي الله ونعم الوكيل في القرعة، حسبي الله ونعم الوكيل في القرعة. يعني أقوى فريق في الشرق تجيب لي إياه يا حسين عبد الغني، أقوى فريق فيصل كوبي جلس متصدر لين الجولة 8 وضاعت منه الصدارة في آخر جولة من الفريق اللي حيقابل الاتحاد ماتشيدا. على كده وبس كنت حقول لك شكرا، لا وجبت لي الأهلي، بدل ما تجيب لي الاتحاد جبت لي الأهلي، بدل ما تجيب لي تراكتور وشباب الأهلي جبت لي الأهلي. شايف قدام عيني يتكرر سيناريو الموسم الماضي شاممه، وكالعادة الصفر حظه مفلق الحجر. هذا الاتحاد، هذا مو النصر، هذا يوصل النهائي بالراحة، فريق عنده خبرة جاب البطولة مرتين ورا بعض، ما هو من الفرق السيئة. هو مشكلته في السنين اللي راحت في ال15 سنة الأخيرة، قابل الأهلي مرة والهلال مرتين والعين مرة، طلع 4 مرات في ال4 مشاركات اللي شارك فيها من فرق من غرب آسيا. يعني الاتحاد في النهائي، طرفتهم في النهائي يا بختهم. جبت لنا الأهلي حيخشوا حاقدين.
تونا مطلعينهم من كاس الملك. يعني يبغالنا ندعي ربنا انه توني ومحرز وجالينيو وإنزو وكيسي ومندي وزكريا ومجرشي كلهم يكونوا سيئين زي مباراة كاس الملك وحظهم سيء عشان نقدر نفوز. انا اركز على الدوري، اذا لم تستطع اسعاد نفسك فاتعس الاخرين. هروح اخذه من النصر. ما النخبة اتحاد والاهلي يستاهلوا والله فروق كبيرة، مبروك عليكم. خليني كاس الملك والدوري. الله متعة. الاتحاد ممكن يواجه الهلال في نهائي دوري ابطال اسيا للنخبه. الان نزلت القرعه، مسار الاتحاد ما راح يقابل اي نادي سعودي ابدا للاسف. والله يا اخبار هذا شيء يضيق خاطري. بنلعب مع الانديه القويه مره. الاتحاد بيواجه الانديه القويه لين نوصل النهائي يا نقابل الاهلي او نقابل الهلال. الهلال عنده مباراه مع السد، واحتمال كبير انه يقابل الاهلي في نصف نهائي دوري ابطال اسيا للنخبه. ان شاء الله نفوز ونروح ونتاهل ونوصل للنهائي ونفوز هناك باذن الله. للمعلوميه يا جماعه الخير ترى ما في ذهاب وياب، كنسلوها. اسيا بتكون مباراة واحدة كلها، دور الثمانية نصف نهائي كل شيء مباراة واحدة، وكلها بإذن الله بتكون عندنا في السعودية. المباريات بتلعب في جدة وبتلعب في الرياض، وبإذن الله ان البطولة اتحادية. اعطوني رأيكم يا اخوان في القرعة، واعطوني رأيكم من تتوقعون البطل. يا اخي موسع الدنيا هذه كلها، الدنيا وسيعة ما ضيقها ربي الا مع الهلال. لانه يا اخوان بشكل رسمي نزلت قرعة كأس آسيا للنخبة، واللي تقول فيها انه نادي الاهلي ونادي الهلال ان تأهلوا للأدوار الإقصائية الجاية راح يتواجهون في نصف النهائي. وبشكل أوضح يا أخوان هذا هو المسار الصحيح اللي حتمشي عليه كأس النخبة. الأهلي هيلعب ضد الدحيل والهلال هيلعب ضد السد. اللي يفوز فيهم ويوصل بعدين الأهلي بيلعب ضد النادي الماليزي هذا بيتواجهون في نصف النهائي ان تأهلوا الاثنين. الصورة فيها غرابة شوية صح، ممكن ما ركزتوا فيها. الجاري يا أخوان، جاري اللي مريح بالي قاعد لحاله مستكن، اموره طيبه، ضد بوريرام ضد مدري مين، اموره طيبه واحنا طحاطيح راس براس مع الهلال. شوفوا المسار هذا طحن ودق روس لين توصل نصف النهائي. وين وصلت النهائي تعتبر نفسك كانك ماخذ الكاس. اما جاري اموره طيبه يلعب ضد الوحده الاماراتي ويرجع بعد مدري مين. جاري امورك مهده، تكفى لا يخلعون فيك زي كاس الملك. اوصل ليل النهائي. الهلال انا ما عندي اي مشكله نوصل معاه لين نصف النهائي زي السنه اللي فاتت، الامور طيبه. والنهائي جاري ان كان انت موجود، مع كامل احترامي وتقديري لاي اتحاد يتابعني، بس انا كاهلاوي توصل نتقابل انا وانت في نهائي اموري طيبه معاك. نيجي نكرمك ندق نظيف ونشوف باذن الله من هو المؤهل والمرشح الاول لتحقيق الكاس. قرعة كاس آسيا يا ساتر، الهلال والأهلي في نفس المسار والاتحاد مسار الحالة. هذا يعني إيش؟ نفوز على السد، خصمنا اللي راح نلعب ضده اسمه فيصل كوبي، تفوز عليه. مين تقابل في نصف نهائي كاس النخبة؟ الأهلي. تفوز على الأهلي، الاتحاد مسار الحالة، يعني احتمال تواجه الاتحاد في نهائي كاس النخبة، وتفوز على الاتحاد يصير فايز على الأهلي نصف نهائي، والاتحاد في نهائي كاس النخبة، والهلال بطل لكاس النخبة وفي جدة. حلوة ذي. طبعا جايبين حسين عبد الغني اليوم عشان هو اللي بيسحب القرعه، بس هذا الشيء مو غريب ولا شيء. اسمعوا الشيء الغريب. ليش جايبين حسين عبد الغني؟ استعرضوا قبل شوي اهداف النصر. ايوه حلو. ايه. قرعه كاس اسيا، قرعه كاس النخبه. ايوه. النصر رغم انه ليس مشارك الا انه مستعرض اهداف النصر. لله درك يا نصر. ايوه. الله اعلم. اي الله اعلم. القناه تبحث عن مشاهدات. الله اعلم، القناه تبحث عن مشاهدات. النصر ليس مشارك في البطوله، تستعرض اهدافه في قرعه فيها الهلال والاتحاد عشان مشاهدات والوحده الاماراتي والشباب الاهلي والدحيل، مستعرضين اهداف النصر فقط. لله انا تعبت. عاجل ورسميا قرعه دوري ابطال اسيا للنخبه، الاهلي والهلال في مسار واحد. تعال يا هلاوي، تعال في ثار انا انتظره، انا ابغاه. طبعا الاتحاد ما اشوف هذا هو مسار الاتحاد فوق. الاتحاد ما راح يقابل اي نادي سعودي الا في النهائي اذا تاهل. الهلال راح يباري السد، اذا فاز بيلعب ضد الفريق هذا الياباني اللي كان يلعب فيه نيستا زمان، فيصل كوبي. الاهلي والدحيل الفايز منهم يقابل الفريق هذا الطيب ونصف النهائي. في احتماليه 95% نصف النهائي يكون الهلال والاهلي، اذا فازوا راح يقابلون بعض. تخيلين معي انتم عزيزي الهلالي، تعال ابغاك شوي. تخيل معي نفوز على الاهلي، بعدها كذا النهايه تنزل الاتحاد وتفوز وتشيل الكاس. يمين بالله يا هو بيكون كاس تاريخي، رغم انها قد صارت ترى تتذكرون 2019 طلعنا الاهلي، طلعنا الاتحاد، وصرنا ابطال دوري ابطال اسيا. انا ديك يا حلمي، انتم عارفين قديش البطوله هذه نبغاها ونتكلم فيها من قبل بدايه الموسم، والمسار واضح. عاد عموما اذا حقق الهلال 5 دوري ابطال اسيا، 9 بطولات اسيويه، يا رب يا كريم. عموما علمونا ايش رايكم بالكومنتات، ولا تنسون فولو، ما بقي على 300,000. يلا سلام. مثاليه اتحاديستا، مثاليه نمور.
هذا مسار السعادة، هذا مسار جهنم، هذا مسار سعيد حرايق توصل النهاية وانت ما انت معرق. هنا العرق، هنا التعب، هنا الشوك. اهلي هلال افضل فريق في الشرق اللي هو اندية الشرق اللي هو في سير كوبي ذا الغثيث، هنا كلهم الاندية الصعبة راحت لحال، ما راح تقابل نادي صعب افضل منك فنيا الا في النهائي. الظروف كلها مهيت لك يا اتحاد، لا تتعب جمهورك. في لعيبه بيتمرجلوا بيجيبوا البطوله هذه ولا لا؟ هنا احنا نبغى نعرف، احنا عرفنا القرعه، باقي نبغى نعرف اللعيبه اللي معاهم مرجله نتشد فيهم الظهر، نتحمس نتفائل، ولا بناكلها على وجهنا زي مباراه الخلود. الارث لازم يرجع لاصحابه، بالطيب بالغصب راح يرجع لاصحابه. يعني انتوا ورانا وين ما رحنا انتوا ورانا يا عمي، ما نبغاكم يا ما نبغاكم يا اخي، ابعد عن طريقنا يا اخي. ولكن بما اني هلالي، تعال يا احلاوي تعال، شايفك خايف في الزاويه، تعال يا ابا، والله ما اسوي لك حاجه يا اخي، تعال. في هناك ثار في النخبه لابد ان يسترد، تعال. المهم الاتحاد طبعا بيقابل هذا الفريق والله ماني عارف اسمه، والاهلي شباب دبي بيقابل فريق والله ماني عارف اسمه، وطبعا الفريق الثاني هذا طبعا الفريق اللي فوق هذا اللي فيه مريومه النصراوي يعرف كويس. ممكن الاتحاد لو شاد حيله ممكن يروح للنهائي. فمسار الهلال والاهلي هو الاصعب صراحه، مسارهم جدا صعب، لانه راح يكون في نهايه في نصف نهائي كاس النخبه ما قبل النهائي، يعني في حال تاهل الهلال والاهلي. ولكن نتمنى التوفيق يعني لكل الفرق السعوديه المشاركه في حال خروج الهلال. ولا تنسى الاضافه والشير يا اخوان، ونوصل 50,000 يا جماعه يا اخي، نشف ريقه يا اخوانا في الثلاثينات. سلام. انتهت القرعة، بحلم بيك يا نخبة، بحلم بيك. تخيل الاتحاد ما حيقابل لا هلال ولا اهلي الا في النهائي. خلص من الوحدة 1-2 بعدين هات ماتشيد الصاعد الهابط الجديد، بعدين تبريز بوريريان فريق المساجين في تايلاند، ثم او تبريز، وعلى النهائي الهلال والاهلي اللي خلص والله ما ادري يمكن ما تصلوا النهائي. لا انا متفائل، النخبة حقنا، والثالثة شفت هذه حتخضع، نصير اول نادي خذاها شرق وغرب بنظام جديد قديم وجديد، الثالثة دوري ابطال، والرابعة في تاريخ العميد بعد كاس الكؤوس. يا رب دعواتكم يا اخي. عاجل ورسميا قرعة دوري ابطال اسيا للنخبة، الاهلي والهلال في مسار واحد. تعال يا هلاوي تعال، في ثار انا انتظره، انا ابغاه. طبعا الاتحاد ما اشوف هذا هو مسار الاتحاد فوق، الاتحاد ما راح يقابل اي نادي سعودي الا في النهائي اذا تاهل. الهلال راح يباري السد، اذا فاز بيلعب ضد الفريق هذا الياباني اللي كان يلعب فيه نيستا زمان، فيصل كوبي. الاهلي والدحيل الفايز منهم يقابل الفريق هذا الطيب ونصف النهائي. في احتماليه 95% نصف النهائي يكون الهلال والاهلي، اذا فازوا راح يقابلون بعض. تخيلين معي انتم عزيزي الهلالي، تعال ابغاك شوي، تخيل معي نفوز على الاهلي، بعدها كذا النهايه تنزل الاتحاد وتفوز وتشيل الكاس. يمين بالله يا هو بيكون كاس تاريخي، رغم انها قد صارت ترى تتذكرون 2019 طلعنا الاهلي طلعنا الاتحاد وصرنا ابطال دوري ابطال اسيا. انا ديك يا حلمي، انتم عارفين قديش البطوله هذه نبغاها ونتكلم فيها من قبل بدايه الموسم، والمسار واضح. عاد عموما اذا حقق الهلال 5 دوري ابطال اسيا، 9 بطولات اسيويه، يا رب يا كريم. عموما علمونا ايش رايكم بالكومنتات، ولا تنسون فولو، ما بقي على 300,000. يلا سلام. هي مشكلة المباراة المجمع مشكلة واحدة بس، ان اللي يفوز فيها مو الافضل. ممكن انت تكون مو في يومك وفريق ثاني يفوز عليك وانت تكون افضل منه بمراحل، فهذه هي مشكلة المباراة المجمع. فممكن ياخذ البطولة واحد ما هو في الحسبان اصلا، بس يكون في يوم. ليه؟ عشان يكون عارف كيف ياخذ المباراة هذه وكيف يفوز فيها. عشان كذا هي كلها 4 مباريات. بالتوفيق للهلال. اشتراك كومنت لايك. سلام. قرعة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة، يا إلهي يا إلهي. في حال فوز الهلال على السد حيقابل فيزيل كوبي، وفي حال فوز الأهلي على الدحيل حيقابل جوهر دار التعظيم. أنت مستوعب إيش يعني؟ وفي حال فوز الأهلي ووصل لنصف النهائي والهلال وصل لنصف النهائي، تخيل حيتقابلوا سوا. يا ربي يا ربي، مباراة انتقامية للهلال بسبب خروجهم من كاس النخبة في الموسم الماضي. ما حيتركوا المباراة دي، والأهلي برضو مستعد لمباريات النخبة بكل روح وبالدم يا عزيزي، بالدم. مين تتوقع في حال وصل نصف النهائي من اللي حيروح؟ أما أنت يا اتحادي والله أمك داعيت لك ما شاء الله بقى. خطك حلو، ما حتقابل ولا نادي سعودي إلا في النهائي. في حال وصلوا للنهائي يعني ممكن تقابل الأهلي أو الهلال في النهائي في حال وصولهم. خطك شوربة والله شوربة. فيا عزيزي المتابع، مين تتوقع يوصل النهاية؟ اديني رايك في التعليقات يا حلولي، ويسعد مساك.
كانت رسميا نتائج قرعة نخبة دوري أبطال آسيا. أخوان الأهلي والهلال حيتقابلوا من جديد وطريق الاتحاد سهل. يا سلام. زي ما أنتم عارفين يا أخوان مباريات دوري 16 ما لعبت في غرب آسيا زي الأهلي والدحيل يا أخوان والهلال والسد والاتحاد والوحدة وشباب أهل دبي. فهذول إذا فازوا يا أخوان راح يقابلوا هذه الأندية اللي هي اليابانية والصينية زي الهلال والاتحاد وكله. وإذا الأهلي والهلال فازوا في كل مبارياتهم راح يتقابلوا في نصف النهائي وحيفوز منهم واحد وحيروحوا للنهائي. ونفس الشيء الاتحاد وشباب أهل دبي إذا فازوا في كل مبارياتهم حيتقابلوا في نصف النهائي يا أخوان وحيطلع واحد للنهائي. وهذه المباريات كلها وبالمواعيد كلها راح تكون في جدة يا أخوان في ملعب الجوهر أو في عبد الله الفيصل يا أخوان من مباراة واحدة. تخيل بس كلها حتكون ورا بعض وحتخلص في شهر 4 يعني راح نعرف على طول البطل. صح إنها صعبة لكن يا رب يجعل البطولة هذه من نصيب الاتحاد لأنه الطريق سهل يا رب. لكن راح نرجع نشوف الأهلي والهلال من جديد. هل الهلال راح ينتقم من هزيمة السنة اللي فاتت ولا الأهلي حيجوز الهلال من جديد؟ لو تكرمت عزيزي المشاهد لا تنسوا متابعة. عاجل يا حبيبي. مسار دوري أبطال آسيا للنخبة، الهلال في مسار الأهلي. يعني الهلال لو يفوز على السد والأهلي يفوز على الدحيل يتقابلون في نصف النهائي. ومسار الاتحاد فيه مين؟ تراكتور الإيراني شباب الأهلي الإماراتي. يعني الاتحاد لن يقابل أي فريق سعودي حتى النهائي، يعني لا نصف النهائي ولا دوري الثمانية. لين النهائي ممكن يقابل فريق السعودي اللي بنفس المسار الهلال والأهلي. لا ولعت في القرعة الآسيوية الأندية السعودية ضد بعض في نفس المسار. زي ما انتم شايفين الاتحاد في مسار ثاني مع الوحدة الإماراتي والأندية الإماراتية. المسار الثاني الهلال والأهلي. الهلال ضد السد القطري بعد ما يفوز عليه راح يواجه النادي فيصل كوبي اليابان. يعني بنسبة 99% راح نشوف مواجهة ما بين الهلال والأهلي في نصف النهائي. وإذا الاتحاد شد حيله راح نشوف نهائي كلاسيكو السعودية ما بين الهلال والاتحاد، ولا راح نشوف نهائي ديربي جدة الاتحاد والأهلي في الجوهر. يا الله أنا مو مستوعب المواجهات اللي راح تصير في نصف النهائي واحتمال في النهائي. أعطوني توقعاتكم في التعليقات، لا تنسى اضغط اللايك. السلام. طريقنا صعب بس بإذن الله وبمشيئة الله ما في شيء صعب على الأهلي، وبإذن الله تكون أسهل بطولة يحققها الأهلي بعيون الناس يشوفون أنها سهلة وكيف حققها الأهلي بهذه السهولة بمشيئة الله. الأهلي يلعب ضد الدحيل دور 16 نفوز نوصل دور 8 نلعب ضد الفريق الماليزي نوصل نصف النهائي نقابل يا هلال يا السد لأنه الفايز فيها راح يوصل نصف النهائي. دور 8 حيكون سهل عليه. حنقابل السد يا الهلال نفوز على الهلال أو السد نوصل النهائي. نقابل أي فريق كان من المسار الثاني اللي بوجهة نظري بصراحة سهل جدا على الجار، ممكن يكون طرف ثاني في النهائي. فما ندري ايش يصير. اكتبوا لي رايكم مين ممكن يوصل الى نهائي بطولة كاس النخبة. واذا حاب تتفرج جميع مباريات بطولة كاس النخبة واي بطولة في العالم بجودة جدا عالية والاسعار مناسبة للجميع وفي خصم 20 يخصم لكم زيادة. العقد الذهبي في البايو. بمشيئة الله يوم 25 شهر 4 تكون ذكرى لكل أهلاوي بتحقيق البطولة الثانية على التوالي بطولة كاس النخبة. بمشيئة الله في أقل من سنة نحقق بطولتين كاس النخبة يا رب يا كريم. مسار دوري أبطال آسيا يا إخوان مسار النخبة. الاتحاد في مسار لوحده والأهلي والهلال في نفس المسار. الهلال في حال انتصاره على السد القطري بيواجه نادي فيصل الكوبي هذا الياباني، والأهلي في حال انتصاره على الدحيل بيواجه نادي جوهور هذا. بعدين الطريق لنصف النهائي يعني ممكن نشوف الأهلي أمام الهلال في نصف النهائي. الاتحاد في حال انتصاره على الوحدة الإماراتي بيواجه نادي ماتشيدا الياباني. هناك في طريقه في شباب الأهلي وتراكتور الإيراني والى آخره. يعني الاتحاد ما بيواجه نادي سعودي إلا في حال وصول النهائي بإذن الله، في حال انتصار الأهلي والهلال ومواجهتهم ضد بعض. كل هذا في 12 يوم في جدة جنوب. قولوا لك يا أخوان السلام عليكم. مسار الهلال بعد القرعة قبل شوي بالنخبة الآسيوي من دور 16 ومطالع، هذا مسار الهلال. وارد جدا ان الهلال يقابل الاهلي بدور نص النهائي. فوش رايكم يا زعماء؟ مسار الهلال سهل متوسط صعب؟ ابي ارائكم. بالتوفيق للزعيم عسى الله يفرح قلوبنا يا زعماء. الله يوفق الزعيم. حسم الامر اليكم قرعة نهائي دوري ابطال اسيا النخبة في جدة. الادوار الاقصائية الهلال والسد، اللي بيفوز معهم يقابل فريق فيسيل كوبي، والأهلي أو الدحيل إذا فاز واحد منهم بيقابل مين؟ جوهرة مدري دار التعظيم. ماتشيدا بيقابل الفايز بين الاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي. وتراكتور الأوزبكي وشباب أهلي دبي اللي يفوز منهم بيقابل بورا
يرم يونايتد. أنا أشوف صراحة البطولة سهلة على الأندية السعودية جميعا، ومسار الاتحاد سهل لأنه ما راح يقابل أي فريق سعودي إلا في النهائي. لكن إحساسي وتوقعي كذا، ما أدري، جاني شعور مع أني ماني دخل في البطولة، بس أتمنى كل نادي سعودي يجيبها. أتوقع الهلال بيفوز على السد وبيفوز على فيسيل كوبي، بعدين بيقابل الأهلي في نصف النهائي وبيفوز على الأهلي وبيوصل النهائي، والاتحاد بيفوز على الأندية اللي بتقابله بيوصل النهائي، وبيفوز الهلال بالنهائي. تخيل تفوز على قطبين جدة، الاتحاد والأهلي، وعلى أرضهم بين جمهورهم. سيناريو خرافي المشجع الهلالي. يعني تخيل تفوز على أندية جدة في جدة بين أرضهم بين جمهورهم. أنا أتوقع بتصير أفضل بطولة مرت في تاريخ نادي الهلال كطعم، إنك تفوز على ناديين قويين وسعوديين تاخذ البطولة على أرضهم. ما قد صارت ذي، بس لو سواها الهلال بتصير تاريخية، وهذا إحساسي وتوقعي والعلم عند الله. بوم 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 يا اخوان، رسميا الهلال سيواجه السد في ربع نهائي كاس الملك. الهلال والسد حيلعبون ربع نهائي النخبة، خلاص رسميا تمت يا اخوان. الهلال سيواجه السد بشكل رسمي يا حبيبي. هاتوا السداوي، هاتوه ابي انا. ويقول لك لو فاز الهلال على السد سيواجه فريق ياباني. حلوين. والنادي الاهلي حيلعب مع الدحيل يا اخوان، ربع نهائي النخبة الاهلي والدحيل. الفايز فيهم حيواجه فريق ماليزي. اقسم يا اخي وش الماليزي يا اخي. والاتحاد حيلعب مع الوحدة الاماراتي، والفايز فيهم حيواجه هذا الفريق. والله اسمه صعب يا اخوان. التعليقات لكم يا حبايب، ولا تنسون لايك الفولو على الماشي. ما بقي لنا شيء ونخش 40,000 والله هانت، باقي حتى بسيطة، بس يلي شاف المقطع يحط لايك ومتابعة وتعليق فقط. والتعليقات لكم، والله يسعدكم جميعا، والنخبة بالجيب باذن الله تعالى.